بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه حلو النهارده مع بعض كده. الحلويات ديت احنا هنا معانا ايه؟ رولات الحواوشي، سهلة وسريعة واي حد ممكن يعملها. احنا جايبين هنا ايه؟ اللحمة حسب ما انت عاوز، اللحمة اللي موجودة عندك اللي تجيبيه، اللي ربنا يؤمر عليك بيه. هاتي إيه اللحمة بتاعتك، وحط نصها بصل، تلات ارباعها البصل خليها حلو، وجبنة طماطم 4 حبات طماطم، وفلفل احمر وفلفل اخضر وقرن شطيطة. عاوزة تحطيه حطيه، مش عاوزاه خلاص مش ضروري. فرمنا احنا هنا البصل ناعم، وكان معانا حتة دهنة فرمناها مع البصل. وهنفرم الفلفل بردك، كل ده ورا ورا البصل والحتة الدهنة اللي احنا فرمناها. فرمنا البصل اهوت والفلفل والطماطم. ما الطماطم مش فرمينها فرم خشن بس كده في الكب، وصفينا منها شوية دولت، يعني عشان ما تبقاش ميتها كتير، لان شوية احنا هنعملها برضو لسه في عيش. وحطيناها وحطينا عليها اللحمة اللي عندنا، وكيس خلطة حواوشي دي بنحطه عليها. وحطينا شوية 7 بهارات وشوية فلفل اسمر. بس كان عندنا بقى دقة من اللي هي شطة على كمون على كزبرة على ملح، حاجات من ديت. حطينا منها شوية فلفل اسمر بملح، والدقة اللي احنا عاملينها بملح. وما حطيتش ملح بقى صافي خالص. هنا مسكتها بقى عجنتها لما نعمت معايا في ايدي. كل الحاجات الخضار دخل في اللحمة وبقت قطعة واحدة. هنا بقى بعد ما اتعجنت شوية، جبت معايا معلقتين دقيق. الدقيق بمسكها وبخليها حلو، ما تبقاش سايحة معاك ولا حاجة. ومعلقة واحدة بقسماط، وقلبتها وسبتها بقى ريحت معانا شوية. عاوزة تعملي على طول اعملي، بس انا كنت عجنتها وسبتها تريح معانا 5. جبت انا عيش من اللي هو عادي بتاع الفرن عادي، اللي احنا بتاع الاكل عادي. جبته هنا فتحته، ديت الارضيه ودي الوش. فتحته وحطيت ديت اهو، كنت بوريهولكم اهو. وجبت اللحمه وفردتها فيها ولفيته. ما بياخدش يعني بدل ما تعجني او عاوزه تعجني اعجني واعملي عادي. جت هنا معايا معلقتين سمنه، حطيتهم وهفكهم يفكوا بس يسيحوا كده خفيف ما يتقدحوش بس. وحط صينيه ودهن ودهن الصينيه، هندهنها. وهنا كانت معانا ال- اللحمه بعد ما كنا سيحنا بقى السمنه بقى، كنا سيبناها 5. جبنا بقى العيش وفردنا اللحمه فيها، واحده الوش وواحده الارضيه، واحده كده وواحده كده. ما نحطش الارضيه كلها جنب بعضها، ولا نحط اللي هو الوش كله جنب بعض، لا، واحده كده وواحده كده. وسهل وبسيط وبفر معاكي كتير، يعني يكفي كتير ما شاء الله. الخضار بتاعه كان حلو، والبصل بتاعته برضو كميته كانت حلوة، يعني مش مقللين البصل ولا الخضار بتاعه ولا حاجة. بواحدة بواحدة، واحدة الوش وواحدة الأرضية، دي اللي عشان كلهم يمشوا مع بعض، بدل ما واحد ياخد كده واحد ياخد كده. ونلفه ونحطه في الصينية، وبنخلص وبنقوم دهنينه بقى بفرشة كده بقى، الفرشة وتدهنيه كليته بالسمنة. بالسمنة بيديله طعم جميل وبيخليه حلو عن الزيت.
ينفع معاكي بزيت اللي موجود عندك اعمليه. جيت هنا انا بقى ايه في دولت إيه عاوزينه ايه مثلثات زي الكريب كده. قمت جايباها وحط فريت حتة اللحمة في قلبها ايه الخليط اللي معانا، فريته في قلب اللقمة عادي اللي معانا، واطبقيه زيه زي الكريب، ويتحط يقلبيه مرة على الجهادي وانت بتحطيه في الفرن، اما يستوى مرة على الجهادي وهو محطوط، ومرة ايه يقلبيه على الجهة التانية. ما بياخدش حاجة وسهل وسريع وخفيف في الاكل، يعني في اي وقت ممكن تعمليه، مش هيكلفك يعني ان مش هيغلبك يعني ان هو انت تقعدي تناحي بقى تعجني ولا حاجة. واحنا بنشوف السهل ندور عليه ونعمل، ما يعني منحبش نقف في المطبخ من الحر بتاع الايام دي وكده، احنا لسه مدخلناش في الحر. هنا بقى دي كان معانا ايه في الاخر، دي كنت انا بوريهولكم اهو، كان معانا كده في الاخر بعد ايه ما لفنا بقى الكمية اللي كانت معانا وعملناه. احنا عملنا ايه من اللي هم الطبقة التانية ديت 6، كل واحد ايه واحدة، والتانيين اللي هم الرد ديت كل واحد ايه ياخد اللي هو عاوزه بقى، يعني حلو اكنك لفة ساندوتش وعطيه العيل بقى حلو ماسك وحلو وجميل. ديت الكمية اللي كانت معانا اهو وريهولكوا اهو برضك ان هو عادي يعني حلو. وهنطلع بقى ايه نعمله في الفرن. تعالوا بقى ايه نشوفه في الفرن بعد ما اتعمل وخدناه ايه خدناه وطلعنا نعمله فوق. ديت الصينية ايه التانية اللي معانا حطيناها هي في الفرن موطيين حاجة خفيفة من فوق ومن تحت، واللي تلاقيه ناشف ادهني، والبتاع مطرح الطبقة ما احنا بنلف الحتة اللي بتتفتح ديت نخليها تحت في الأرضية عشان تنشف ايه تبقى ناشفة ومتحمصة معانا. ودي كده كان طلع معانا من الفرن اهوت. وما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة. مع السلامة.